يا مساء الفل عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا داخلين دلوقتي على السيزون بتاع الشتاء في مصر، ونويت ان انا اعمل فيديوهات فيما معناها يعني تقول لكم ايه الاماكن اللي تروحوها في الشتاء في مصر، وكمان مواعيد الزيارات بتاعت الاماكن دي. اول حاجه هنبتدي بيها هو موسم الاقصر واسوان. بس اهم حاجه قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش سبسكرايب للقناه، عايزين نوصل القناه ل 1000 مشترك، ولايك للفيديو، عايزين نوصل الفيديو ده 1000 لايك على الاقل. هسيب لكم كل اللينكات بتاعت السوشيال ميديا تحت في الديسكربشن، ادخلوا واعملوا فولو هناك عشان بنزل عليها ريلز هتعجبكم جدا. بصوا بقى، اول حاجه لازم نعرف كويس جدا الميعاد المناسب اللي نروح فيه اسوان والاقصر. وزي ما ناس كتير جدا جدا مش عارفه ان الاقصر واسوان هما محافظتين مش محافظه واحده، لان في ناس كتير قوي كانت عارفه ان الاقصر واسوان هي بتتقال عشان بتتقال في جمله واحده فان هي محافظه واحده. لا، الكلام ده مش صح. اول حاجه في الاقصر واسوان، ايه هو الوقت المناسب اللي نروح فيه؟ وفعلا الاقصر واسوان بيبقوا دفا فيه. الوقت اللي بيكون الاقصر واسوان دفا فيه هو الوقت اللي بتكون القاهره برد. بمعنى انه مثلا احنا هنا في القاهره البرد بيبدا مثلا من شهر 12، في الاقصر واسوان ده بيكون دفا جدا. في شهر واحد هنا في القاهره البرد بيكون جامد جدا، هناك بيكون فيه سنه برد. لو عايزين الميعاد المناسب بيكون اخر شهر 10 لحد اخر شهر 3، ومن بدايه 3 كده بتبدا ان هي بتحرر، فبيكون مش الطف حاجه. فعايزين وقت مناسب جدا بتكون من 20 10 لحد 1 3، ده الطف حاجه. طب ايه هي وسائل المواصلات اللي انا ممكن اروح بيها الاقصر او اسوان؟ عندك ثلاث طرق. اول طريقه فيهم وهي اسهل طريقه وهي الطياره. انت ممكن تاخد طياره من مطار القاهره لحد اسوان في ظرف ساعه و10 دقائق او ساعه وربع تكون واصل اسوان. ودي الرينج بتاعها بيختلف على حسب الوقت اللي انت طالع فيه، وعلى حسب انت في هاي سيزون ولا قبل الهاي سيزون. دلوقتي في رحلات على اير كايرو بتبدا سعرها من 1900 جنيه او 1860 جنيه حاجه كده، وده سعر بصراحه انا شايف ان هو مناسب، لان مصر الطيران في الهاي سيزون ساعات التيكت بتاعها بيوصل ل 7000 و8000، ده في الهاي سيزون. وخلي بالك يعني انا من وجهه نظري ان انت تشوف تسيرش على من القاهره للاقصر او من القاهره لاسوان على الطيران، تشوف انهي الارخص وتطلع عليه وتظبط رحلتك على كده. ده لو هتسافر طيران. يعني مثلا لو اسوان الطيران بتاعها ارخص في نفس الوقت اللي الطيران بتاع الاقصر اغلى، يبقى تبدا باسوان وتعدي على الاقصر وانت راجع على القاهره. لو العكس صحيح اعمل العكس، اطلع على الاقصر الاول بعدين روح اسوان. طيب، عندك كام شركه طيران تقدر تروح بيهم اسوان؟ في كتير، في 3 شركات او 4 شركات كمان. اول شركه مصر للطيران طبعا، تاني شركه اير كايرو، تالت شركه النيل للطيران، رابع شركه ساعات المصريه للطيران بتطلع رحلات على الاقصر مش اسوان. طيب، هل ال3 شركات اللي فاتوا دول ما بيروحوش الاقصر؟ لا، بيروحوا الاقصر، بس انت دور عشان تجيب سعر تيكت كويس. بالنسبه للمواصله الثانيه اللي هي الباص، الباص بيطلع من القاهره ومن اسكندريه ومن جميع المحافظات لحد الاقصر. اغلبيه الباصات بتطلع لحد الاقصر. انا بصراحه ما شفتش باصات بتطلع لاسوان، بس ممكن لو دورت تلاقي، بس انا ما لقيتش في جو باص وبلو باص واوتوبيسي وكل الشركات المعروفه انا ما لقيتش فيها اي باص بيروح اسوان. طيب، الباص بيكون سعره كام؟ الباص بيتراوح سعره من اول 320 جنيه او 350 جنيه، ده على جو باص، لحد 600 جنيه، ده انا بتكلم على شركه جو باص. والشركه الاغلى منها شويه بتكون 630 جنيه على فئه البيزنس في البلو باص. بالنسبه للحاجه الثالثه اللي انا ممكن اروح بيها الاقصر واسوان هي قطر، القطر العادي او قطر النوم. قطر العادي او قطر النوم انا دلوقتي هسيب لكم الاسعار بتاعته على الشاشه. من وجهه نظري انه قطر النوم يعني وحش في حاجه، في الوقت اللي بيوصل فيه لاسوان. يعني اعتقد ان هو من القاهره لاسوان بياخد مثلا 13 ساعه 14 ساعه، وده وقت كبير جدا. على العكس ان انت مثلا لو رحت طياره هتروح حوالي ساعه ونص مثلا او حاجه، بس ده طبعا هتدفعه فرق الساعه. فمن وجهه نظري انا يعني لو انت مثلا مقتدر زود شويه واطلع طيران لو تيكت الطيران ساعتها رخيص. وطبعا كل واحد على حسب البادجت اللي معاه وعلى حسب هو عايز يصمم رحلته ازاي، لان كل واحد لما بيصمم رحلته هي انا متاكد ان هي بتكون افضل. طيب، تالت حاجه بقى، كل مواصله من دول بتاخد كام ساعه؟ الطياره بتاخد لحد اسوان ساعه ونص فيما اقل. طب الطياره لحد الاقصر، الطياره لحد الاقصر انا كنت راكبها والله بجد ما كملتش ساعه وخمس دقائق حاجه كده. بالنسبه للباص، الباص لحد الاقصر 8 ساعات او 9 ساعات على حسب الطريق. طيب، لحد اسوان قلنا ان مفيش باصات لحد اسوان. طيب، القطر بياخد لحد الاقصر حوالي 9 ساعات 8 ساعات في الرينج ده. طب لحد اسوان بتكمل معاك لحد 12 13 ساعه على حسب القطر اللي انت راكبه. لو انت رحت الاقصر واسوان وشباب مثلا او حاجه، او انت رحت لوحدك مثلا عايز تكشف البلد، من رايي ان انت تاخد هوستل، بيبقى اوفر لك واحسن لك. هوستل في الاقصر رخيص جدا، بيبدا سعره من $5 في الليله او $7 في الليله على حسب الاختيار اللي انت عايزه.
مش معنى كده ان مفيش هوستل اكبر وفنادق اكتر، لا في طبعا، بس كل واحد على حسب البادجت بتاعه. وانا عامه ما بحبش ان انا ادفع فلوس كتير في الاكوموديشن بتاعي، لان بحب اوفر الفلوس دي في حاجتين: الطيران، لان انا بحب الطيران اكتر من ان انا اقعد في فندق افضل، وبحب ان انا اوفره للاماكن السياحيه اللي في البلد نفسها، او ان انا اشتري سوفونيرز من البلد او اشتري حاجات من البلد، ده بحبه افضل. لكن ان انا عن نفسي كاحمد انا ما بحبش ان انا ادفع فلوس في الهوستل او في الفندق اللي انا هقعد فيه. آه، اسعار الهوستل في الاقصر بتبدا من $5 في الليله، واسعار الهوستل في اسوان تقريبا بتبتدي من $11، من $10 حاجه كده يعني. طيب انتوا دلوقتي خدتوا الهوستل وخلاص ونازلين تتفسحوا في البلد نفسها. لو رحتوا السوق القديم وعجبتكم اي حاجه في السوق، مثلا سيفونير مثلا اللي هي الحاجات الفرعونيه الصغيره دي، نصيحه مني فصلوا فيها على قد ما تقدروا. يعني انا مره كنت بشتري حاجه كده زي سوفونير كده، كان توت عنخ امون. الراجل سالته، اول ما سالته قال لي ده ب 75. انا ماشي وانا واخده ب 15 جنيه، فعادي فاصله جدا جدا. وكل ما بتاخدوا كميات اكتر على فكره بيعملوا لكم ديسكاونت حلو جدا. ايه الحاجات اللي تشتروها من الاقصر وايه الحاجات اللي تشتروها من اسوان؟ الحاجات اللي تشتروها من اسوان يعني اشهر حاجات هناك الكركديه الاسواني، والعطاره بشكل عام، ومثلا والفول السوداني والفسيخ والرنجه والحاجات دي في اسوان حلوه ولذيذه. في الاقصر لو انتم ما لحقتوش تجيبوها من اسوان ممكن تلاقوها في الاقصر عادي جدا، وهتلاقوها هناك، وهتلاقوها كمان باسعار حلوه زي اسوان بالظبط، لان هم ساعات بيجيبوا من اسوان. بس لما تشتري الحاجه من منبعها او من الحته اللي هي مشهوره بيها ده بيكون افضل بكتير. طيب بالنسبه بقى لرحله ابو سمبل، رحله ابو سمبل مش معبد ابو سمبل مش في اسوان، ده بيبعد عن اسوان حوالي 250 كيلو 300 كيلو لو اتذكر. فطبعا مسافه كبيره، فممكن انت تاخد باص لحد هناك، وممكن لو انت في المكان اللي انت قاعد فيه الفندق او الهوستل، ممكن انت تتفق معاهم ان هم يطلعوك رحله ابو سمبل. وهناك في مكاتب كتير جدا بتطلع الرحلات دي كل يوم يوميا للاجانب وللمصريين. وفي معبد ابو سمبل بقى في اهم يومين تروحوا هناك فيهم، وهما بيكونوا ازحم يومين هناك: يوم 22 اكتوبر ويوم 22 فبراير. وده ليه؟ عشان هناك معبد ابو سمبل الشمس بتتعامد عليه، وخاصة التمثال بتاع رمسيس الثاني، فده بيكون ازحم يومين هناك معروفين. ويا ريت لو تحجزوا اصلا الرحله بتاعت ابو سمبل دي من قبلها بفتره، عشان تروحوا هناك على طول على يوم 22 اكتوبر او 22 فبراير. بس كده، ده الفيديو بتاع الاقصر واسوان، اتمنى يكون عجبكم، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هنكمل في الفيديوهات دي. هقول لكم تروحوا فين في مصر ان شاء الله، بس في لونج فيديوز بقى، واقول لكم الخبايا بتاعت الحاجات دي، وهنروح هناك وهنصور، وان شاء الله في سفريه قريب حلوه جدا وهتعجبكم. بس اهم حاجه ما تنسوش سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو وشير الفيديو في كل مكان، عشان اكبر عدد من الناس يقدروا يشوفوه. سلام.